السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. متنسونيش في التعليق واللايك والاشتراك في القناة بتاعتي. النهارده هنعمل العيش بلحمة الاسكندراني بس بالطريقة التركي. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي، ويا رب وصفاتي تعجبكم. واي حاجة عايزين تعرفوها قولوا لي. يلا بينا. دلوقتي يا حبايبي انا عندي نص كيلو لحمه مفرومه، وعندي هنا بقى 3 بصلات، واحده كبيره و2 متوسطين وطماطمتين، وعندي التوابل بتاعتي: جوز الطيب مطحونه، بهارات لحمه، كزبره ناشفه، ملح، فلفل اسمر، توم باودر على بصل باودر. التوم باودر والبصل باودر دول اختياري مش اجباري، وكزبره برده الناشفه لان انا مش هحط عليها كزبره خضراء فهحط كزبره ناشفه. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. دلوقتي انا هبشر البصلات بتاعتي، لو عايزه تخرطيها عادي براحتك، او عايزه تضربيه في الكبه عادي، بس انا هبشرها دلوقتي. ما هي اهي. دلوقتي ده يا حبايبي بعد ما انا بشرت البصل، هنا بقى انا هبشر طماطمتين صغننين دول عشان كانوا عندي، والله صدقوني بتفرق كتير في الطعم، فانتوا جربوها وبتخلي طعم اللحمه حلو جدا. فاحنا هنبشرها، ودي اختياري مش اجباري، بس بتفرق فعلا في طعمها. احنا دلوقتي هنبشرها اهوت، هنبشر الطماطم بتاعتنا، خلي طعمها حلو جدا ومسكر. ويا ريت لما تيجي تعملي عيش بلحمه او كفته او مكرونه بشاميل او جلاش باللحمه المفرومه، اللحمه بتاعتك يكون فيها نسبه دهون عشان تديها طعم حلو، خصوصا ان احنا هنا في العيش بلحمه ده مش بنحط اي ماده دهنيه، فيدينا طعم حلو اهوت. احنا عملناها اهو، ننزل كده وبعدين ننزل بقى بالتوابل بتاعتنا. وهنا هعلي نسبة الملح شوية عشان البصل والطماطم، وهنقلبهم كويس مع بعض. دلوقتي ده يا حبايبي شكلها بعد ما عملتها. يلا بينا نشوف شكل الحواوشي بتاعنا جميل ده ازاي. انا مش مهم عندي تطلع مفروضه معدول، بس اهم حاجه تبقى رقيقه. شايفين السمك اهو. يلا بينا نعمل بقى واحد تاني اهو. هنجيب بقى العجينه، بس مش هنحط كتير برضه عشان لما نيجي نلفها تطلع معانا في اللفه حلوه. شايفين؟ وعلى الطرف. صدقوني بجد بجد هتعجب ولادكم جدا. هنا دي بقى هحط فيها برضو، انا عايزه احببهم في الاكل، احط شويه فلفل الوان صغيرين مش كتير. ده بقى طبعا حواوشي التركي، بس ايه بالتاتش المصري، لازم المصريين دول يحطوا التاتش بتاعهم في اي حاجه. وهاجي اقسم العجينه كده اهوت، شايفين؟ وهلفها اهو بالراحه كده اهو. واجي بقى هنا اشيل دي، بسم الله. واقوم جايه لفاها كده اهو، شايفين؟ شايفين؟ ودي بقى اهي اللي احنا قلنا هنعملها. هاجي بقى اهوت، على فكره دي ممكن تعمل معايا واحده تانية زي اللي انا عاملاها دلوقتي. بصوا ممكن افردها كده، انا عايزاها تبقى سمكها رقيق عشان لما هتيجي تتلف معايا تعمل ايه. شايفين؟ اتعلمي ما توقفيش نفسك، طلعي افكار، حببي ولادك في الاكل عشان ياكلوا. هاجي هنا اهو افردها كويس كده عليها كلها اهو، وهنا اهو كده اهو. شايفين؟ فردنا اللحمه كلها. نحط كمان حته هنا صغيره، هنحط شويه فلفل الوان صغيرين مش كتير هنا كده، وهنلفها كده اهو اهو. هنحط يلا، شايفين؟ يلا نكمل الباقيين حبايبي. دي كمان فردتها كده اهو، تحط فيها. هو بصراحه انا بعشق العجين، لو اي حاجه بتتعجن فانا بعمل ايه عشان كده بطلع منها افكار. طول ما انا قاعده طول الوقت بفكر وبطلع منها افكار حلوه تعجب ولادي وتعجب ولادكم. وفي حاجه طبعا احنا طريقه العجينه دي سهله خلاص اتعلمناها، صدقوني لما هتجربوا الافكار دي هتعجب ولادكم جدا. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. دلوقتي اهوت هلفها كده اهو زي ما عملنا، وهاجي هنا اقطعها كده بالنص اهو، واعمل كده عشان تديني شكل حلو اهوت. وهاجي بقى اهو، شايفين يا حبايبي؟
ودي بقى كبيره، انا ممكن اعملها ايه زي التانية. هفردها بس من هنا شويه كده اهو. احنا قلنا ان احنا عايزين عجينه رقيقه عشان لما تتلف معانا. هنيجي بقى هنا كده اهو، نفرد اللحمه كده اهو، نحطها على الحرف شويه. هنيجي اهوت شايفين نلفها كده اهو، شايفين. ونيجي بقى هنا نقطعها كده. دي طلعت طويله شويه بس برضو هتديني الشكل. انا بقى هاجي هنا بقى الفها من هنا كده، الفها كده اهو، والفها كده. ده شكلها يا حبايبي بعد ما خلصت. هندهنها برضو وشها شويه لبن ونحطها في الفرن. صدقوني هتعجب ولادكم جدا 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 وهتدعوا لي. دلوقتي ده حبايبي شكل العيش باللحمه بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. شايفين عامل ازاي؟ وزي ما قلت لكم ان اللبن هو اللي بيخلي شكله جميل وطريه حلو جدا وطعمه حلو، هيعجب ولادكم. وبألف هنا وشفا. وما تنسونيش في الاشتراك في القناه بتاعتي والتعليق واللايك، ولو عايزين اي وصفه اجربها معاكم احنا هنجربها. مع السلامه.